لا استنى شويه، تعالى تعالى، راح فين راح فين؟ ما تقلبش، اصبر بقى شويه كده عشان ما تقعش في المشاكل، وعشان ما تجيش بعد كده تقول لي الحقني ده فيه مشكله، ده عندي حصل كذا، ده ضحكوا عليا بتاع. انا مش هتكلم ان ده ضحك او نصب او صح او غلط، هخليك انت بنفسك تعرف دلوقتي، ومش هنتهم حد، لكن لازم نفهم. ولما تفهم محدش هيقدر يضحك عليك بعد كده يعني خالص. نبص الاول هنا، هو المفروض ده، دي شركه يعني، دي المفروض ان هي عامله اعلان انها شركه، وان هي السهم بتاعها حوالي 135 الف جنيه، مفيش مشكله. السهم ده بيقول ان هو انت بتكسب كل 5 شهور، طبعا يعني هنناقش الارقام دي دلوقتي، كل 5 شهور انت بتكسب، الشركه بتكسب من الموضوع دوت حوالي 102 الف جنيه كل 5 شهور، وانت لك منهم 71، هم لهم 31. طيب تمام زي الفل. ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيرمي علف. طب انا مش شايف سمك اساسا خالص، المفروض انت بترمي علف ان في سمك، مش انت بتسمد الميه. مفيش اي سمك، انا هوريك دلوقتي السمك بيبقى شكله او اللي انت شايفه ده السمك. هو دلوقتي بيعلف نفس درجه الباودر بتاع العلف اللي كان هو بيعلف بيه هناك في الحوض التاني. شايف الفرق؟ نفس العلف اهو، ونفس الحوض اهو، لكن هنا شايف في سمك قدامي بياكل، بيتحرك. دي نمره واحد. ففين السمك اللي كان موجود هناك؟ مفيش. طيب نيجي في التانية، هو فين مصدر الاكسجين اللي بيضخ اكسجين في قلب الاحواض دي؟ هوريك وهنشوف هناك كان في ايه. او اللي انت شايفه ده مصدر الاكسجين اللي بيضخ اكسجين في الحوض علشان يكفي كمية الاسماك اللي موجودة في الحوض. تعال بقى بص لي هنا، ده مصدر اكسجين للميه. طبعا هو مفيش سمك هنا زي ما احنا شفنا كده، لكن هو ماله، فنفترض ان هنا في سمك. ده هيديني الاكسجين اللازم لكميه الاسماك اللي هنتكلم فيها دلوقتي، واللي هم طرحينها هم بيتكلموا فيها. ده بالذمه ده مصدر اكسجين؟ زي ما انتم شايفين كده، ده البروشور بتاع الشركه اللي منزلينه، وزي ما انت هتشوف كده هو كاتب بيتكلم ان في 3750 زريعه بولتي، تربيه 4 شهور. ما علينا مفيش مشكله. سعرهم قد كده برضو، مش دي القضيه. لكن اشمعنى 3750؟ ايه الدقه دي قوي يعني؟ ليه مش 4000؟ ما علينا. وبيتكلم ان في 2000 زريعه بوري تحضين 4 شهور او تربيه 4 شهور. اولا نمره واحد كده، مفيش حاجه اسمها ان انا انزل زريعه بوري حاجه اسمها 4 شهور، لازم يكون متحضن وعدى عليه سنه. بيبقى في حاجه اسمها بايت او بايت. البايت ده مش 4 شهور، لان علشان انا اطلع انتاج من حوض ولازم يكون على فكرة طيني، لكن مش ده، خلينا بنتكلم في الأعداد، لكن مش ده خالص اللي اتحط فيه ال2000 ولا ال1000 ولا ال500. لكن بنتكلم إن هو دلوقتي بيتكلم إن حاطط فيه 2000 ومتحط تربية 4 شهور. لا طبعا مش كده خالص، ده لازم يكون عدى عليه أكتر من سنة علشان يبقى بايت، ويقعد معايا ويطلع الحباية تبقى من 500 جرام ل 600 جرام. فالكلام ده طبعا مش مظبوط. تعال بقى في العلف اللي بيتكلم فيه، بيقول طن علف وطن مكرونه وعيش. ايه هو المكرونه وعيش وطن؟ وايه ان انا بطن علف وطن مكرونه وعيش اطلع كميه سمك طن ونص بلطي وطن بوري؟ طبعا الكلام ده غير سليم مطلقا يا جماعه. بدققوا، مش اي حد يقول لك على اي حاجه تجري وتعملها وتدفع. طبعا هو حد صديق عندي بعت لي الكلام ده وقال لي ده حصل معايا، قلت له لا طبعا ابعد عن الموضوع ده خالص، ده غير سليم مطلقا، مفيش الكلام ده. فاسالوا قبل ما تتورطوا. 135 الف جنيه النهارده ده مش مبلغ بسيط بالنسبه للزمن اللي احنا فيه، ولناس كتير جدا بالنسبه لها ده رقم كبير. فبلاش، حرام عليك ان انت ترمي نفسك التهلكه دي او في المجال ده. ربنا سهل للجماعه اللي منزلين الكلام ده، كلام غير صحيح مطلقا وغير مظبوط. ده السمك اللي احنا شايفينه دلوقتي بيبقى بالمنظر ده، بيبقى بالشكل دوت في قلب الميه، وبيبقى له نسب وبيبقى له عدد وبيبقى له شروط نراعيها ونسال. كنت معكم مجيد خوجة من قناتي على اليوتيوب وعلى التيك توك. تحياتي لكم جميعا، يا ريت نشير الفيديو ده ضروري 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 علشان محدش يقع ويندم في اللي حصل معاه بعد كده. كنت اول مره تكون معانا، فيا ريت تفعل زر الجرس وتشترك معانا في القناه، سواء في التيك توك او سواء على اليوتيوب. تحياتي لكم جميعا.